خير في رجل يدعي أنه مسلم مؤمن وهو يرى الأحزان تقع لإخوانه من المسلمين ولا على الأقل لا يتأثر لها قلبه. المؤمن يحس بآلام المؤمن اللي كاين في إقليم الويغور واللي كاين في فلسطين واللي كاين في سوريا واللي كاين في العراق واللي كاين مضطهد في الصين، وفين ما كانش واحد مسلم راه المسلم يحس بأخيه، فما بالك بإخوانك الذين هم يعني الأقرب فالأقرب، اللي هم أقرب لك في الرقعة الجغرافية اللي انت ساكن معهم، بالإضافة إلى العقيدة، هذا الشيء إلا كان الرحيم ولا كان مجموعة من الأمور. فأحسسنا بما أحس به إخواننا، وهذه كي قلت يا سيدي خالد إنما هي رسالة طمأنة لأنفسنا ولإخواننا. أولا المسألة اللي ذكرتي القضية ديال ما جاء بقدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال لنا بصريح العبارة أنه من أوجه ابتلائه وامتحانه واختباره لإيماننا أنه سوف يبتلينا. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، ومن رحمته قال لك بشيء من، ماشي الخوف كله، الخوف الأكبر عياذا بالله يوم القيامة، والفزع الأكبر يوم القيامة، والزلزلة العظمى يوم القيامة. هذه غير الله سبحانه وتعالى تذكرنا حتى نرجع إليه. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم أردف بعد الابتلاء مباشرة البشرى. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما نقوله دابا قبل ما نبداو نقلبوا هذا الزلزال واش ضرب في عمق الحوز ولا ضرب في عمق البحر ولا ضرب في عمق موريتانيا، هادشي كله الآن عموم الناس أهل الاختصاص أصحاب المراكز ديال البحث في الزلازل والجيولوجيا الى اخره، هذوك تيديروا خدمتهم شغل، هذيك خدمتهم تيتخلصوا على شغلهم هذاك. حنا بالنسبه لنا العموم الناس ما عاود نبقاو نغرقوا اوقاتنا، لا ضرب في هذا العمق لا كان على 7 والناس جالسه كتقاتل كتغاوت، لا راه كان 7 على سلم ريختار، لا راه كان 5.6، لا راه واقيلا. هذا ليس بوظيفتنا الان. وظيفتنا الان ان نقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. هذا هو اللي نقول، نذكر أنفسنا بالمعاني الإيمانية. هل الله عز وجل أرسل هذا الزلزال ليعاقب أناسا على منكرات أو ليبتلي أناسا؟ حكمة الله من هذا الزلزال يعلمها هو سبحانه وتعالى. احنا كنشوفوا في هذا الزلزال كيفاش أن واحد المكان كنا مأمنين فيه نأوي إليه، كنعسوا تحت من السقف ديالو سنوات، اليوم غدا واليوم غدا واليوم غدا واليوم غدا وحنا مطمئنين، فإذا في لحظة واحدة بدا تيبان لنا هذاك المكان بحال مصيب من الورق ولا من الكرتون، تيمشي وتيجي تيمشي وتيجي وكأنه مصنوع من العجين. يعني كتبان لك طلاقة قدرة الله عز وجل. الإنسان كيعاود يطمئن قلبه كيقول راه الذي يمسك هذه الأرض حتى لا تزول هو الله سبحانه وتعالى. فكنعاودوا نرسخوا هذه المعاني الإيمانية في قلوبنا. ثم من الأمور احنا لا نعلم ما هي النعم اللي جاية في طيات هذه النقم. لو كان منها غير نسينا بالله رحنا أمة واحدة، أمة إسلامية ممتدة في أطراف الأرض. وقع هذا المشكل فإذا بنا تصلنا اتصالات من إخواننا في الأردن، من إخواننا في سوريا، بل من إخواننا المحاصرين في غزة، يتواصلون ويقول لك نحن راه نواسيكم أهل المغرب وندعو لكم. تواصلوا مع الناس من المملكة العربية السعودية، تواصلوا معنا إخواننا من الجزائر، تواصلوا معنا إخواننا من أوروبا، كلهم على قلب رجل واحد كيقول لك قلوبنا معكم. بل فيهم من فعل يعني كيتواصل مع ناس اللي تعرفهم وكيصيفط لهم بعض المساعدات وكذا. الله يجازيهم بخير، تقبل الله منهم. وهذه فرصة نيت باش نقولوا لإخواننا الآن إنما الوقت للتآزر. حيث باش نكونوا صريحين يا خالد، في بعض الأحيان قد تجد مثلا جمعية خيرية في حال الرخاء كتبغي تمشي دير واحد العمل خيري وتهتم بإظهار مثلا شعارها أن احنا اللي درنا هذا العمل الخيري على قبل. هذا الوقت الآن في هذه اللحظة ليس الوقت للتنافس، الوقت الآن للتآزر وللتعاضد. أهم شيء ماشي شكون اللي غيوصل لك الخير، أهم شيء يوصل الخير لذوك الناس في هذه اللحظة هذه. ما نجلسوش يعني من فقه الأولويات، أنا ما نجلسوش نفكروا الناس ريبين لهم الديور خصنا نبنيو لهم الديور. الآن الأولوية في هذه اللحظة الطعام، الشراب، الدواء والأغطية والأفرشة. إلا حنا كنتأسفوا وتبقى فينا الحال وتنضروا، راه من اضطرنا ولا نزلنا، راه ملي غنساليو راه لن يكون من صور مؤازرتنا لإخواننا أننا نخرجوا نعسوا في الزنقة في البرد. لا، راه غادي ندخلوا غادي نجروا علينا المنطقه وغادي نعسوا، لان هذا هو الواقع وهذه هي الحياه غادي تمشي بهذا الشكل. لكن خصنا نفكروا ان اخواننا لنا راه بيتين ماشي اختيارا،
راه بيتين في الزنقه بلا مأوى. بلا مأوى. عرفتني بلا مأوى. شتي مازال ملي ضرب الزلزال وخرجوا الناس خوفا من هزه مثلا ثانيه ولا ثالثه ويطيحوا عليهم البيوت وخرجوا برا، لكن راه البيت ديالو باقي واقف ينتظره. ملي تقادت المساله عادوا الى بيوتهم. اما ناس راه ما بقاش عندها شي حاجه سميتها بيوتهم.